سلام، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم حلويات دوازتاي بعجينه وحده وبجوج ديال النكهات. الا بغيتوا تشوفوا التفاصيل بقاو معايا حتى الاخر. في المقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده الحيوانيه، الزبده اللي كنقولوا ليها سبيسيال. غادي نزيد عليها كاس ديال سنيده اي ما يعادل 150 غرام ديال السكر، جوج ساشيات ديال الفانيلا والسكر المنسم الفانيلا، وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نخدمهم مزيان هنا كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد عليهم 4 ديال البيضات. كنواصل التحريك وكنخلط مزيان باش يتخلط ليا البيض مع المكونات. هنايا غادي نزيد واحد الكميه صغيره ديال الدقيق مع معلقه صغيره مملوءه ديال خميره الحلويات. غادي نعاود نخلط مزيان. حاجتنا هنايا بالخليط يكون باقي جاري، يعني ما نجمعوش، باش نقسموا الخليط الى اثنين. باش الخليط نصف غنخلي النصف الاول غادي نخليه في نكهه الفانيلا وغادي نجمعه بالدقيق كما كتشوفوا معايا هنايا. هذا هو الخليط الاول. كنعاود نجمعو، كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه ديالنا وكتكون بهذا القوام هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نديرها في بلاستيك غذائي وغادي ناخذ نصف الكميه الاخرى ديال الخليط. غادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اللي تكون مطحونه، زائد معلقه كبيره ديال الكاكاو المور، وكنزيد نجمع بالدقيق كما كتشوفوا معايا. كنزيدو شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه ديالنا كتكون بهذا الشكل، وكنغلفوها حتى هي بالبلاستيك الغذائي. هنا غادي نطلق نصف الكميه ديال العجينه اللي بالكاكاو بالقهوه ما بين جوج ديال ورق الطبخ البابي كويسون، ممكن تستعملوا البلاستيك الغذائي. غادي نطلقها ولكن ما غاديش نطلقها مزيان حتى ترقق. علاش؟ باش الطابع اللي غنديرو او المرشم اللي غادي نرشمو به تبان لينا الرشمه مزيان في العجينه. الا رققنا العجينه كتولي بحال الصابلي وحتى الزواقه ديال المرشم ما كتبقاش باينه كما كتشوفوا معايا. هنايا المرشم استعملت هذا ديال الشهده، وفي الوجه الاخر فيه الوريضه او اللي كاين اللي كيقول ليها دوزام. هنايا كنضغط بهذه الطريقه هذه. المرشم في الاول خصنا نديروه في الدقيق باش ما يلصقش لينا على العجينه، باش دغيا العجينه تقل علينا من المرشم كما كتشوفوا معايا. هنايا كنستف الحليوات ديالي او العجين ديالي في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، وكنستمر حتى كنكمل العجينه. بالنسبه للباقي ديال العجينه ما كنعاودوش نعجنوه، غير كنجمعوه بهذه الطريقه هذه وكنعاودو نسرحوه بنفس الطريقه. بالنسبه للرشمه ديال الوريضه او الرشمه ديال دوزام، كندير واحد الحبه ديال اللوز الوسط، كنحاول نلصقها على العجينه وغادي ندخل اللاطه ديالي للفران اللي سخنته على 200 درجه. درت الطاوه او اللاطه في الرف الوسطاني، كنخليو الحلوه ديالنا حتى كطيب. نفس الشيء بالنسبه للعجين اللي بنكهه الفانيلا، حتى هي بالنسبه للرشمه ديال دوزام او ديال الوريضه كندير لوزه في الوسط وحتى هي كندخلها للفران حتى كطيب. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما طابت. بالنسبه للتزيين غادي نستعمل الشوكولات ديال الكالا. خديت هنايا شوكولات بيض هو اللي غادي نزين به العجين او الحلوه اللي بنكهه الكاكاو والقهوه. هنا كما كتشوفوا معايا الشوكولات دوبت في حمام مائي، غادي ندوز فيه النص ديال الحبه فقط
التزيين كل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا. بالنسبه لي انا درت هذه الطريقه هذه، نصف الحبه فقط اللي غمستها في الشوكولاط او اللي طفيتها في الشوكولاط ابيض. بالنسبه للشوكولاط الابيض ما كيعطيناش داك اللون الابيض الناصع في البديه من اول مره، داكشي علاش كنخليوه شويه تشد عليه الطبقه الاولى وكنعاودو نغمسوه للمره الثانيه باش يعطينا هذا الابيض الناصع. وما نساوش كنحركوهم من بلاصتهم باش ما يلصقوش لينا في البلاطو مع الشوكولاط. ملي كنجيو نهزو الحبه كتهرس. هنايا قبل ما ينشف الشوكولاط كندردر شويه ديال العقيق ديال الحلويات باللون الذهبي، وكنزين في الجهه الاخرى بورق الذهب بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. وبنفس الطريقه كنزين العجين او الحلوه اللي بنكهه الفاني. هنايا غادي نزينها بالشوكولاط اسود. هنايا دائما نوعيه ديال الكلاضو بصف حمام مائي. هنايا كنغمس دائما نصف الحبه ديال الحلوه. بالنسبه الشوكولاط الاسود دغيا كيشد لينا على الحلوه وكيعطينا داك اللون الغامق من اول مره، ما كنحتاجوش نعاودوا العمليه للمره الثانيه. هنا دائما كنزين بالعقيق ديال الخاص بالحلويات في اللون الفضي، وكنزين بشويه ديال الورق ديال الذهب، وحبات اخرين زينتهم بالورد البلدي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا او دوازاتاي اللي درناه بجوج ديال النكهات ديال الفاني وديال القهوه والكاكاو. كما شفتوا معايا الطريقه ديال التحضير سهله والتزيين حتى هو بسيط ولكن كيجي راقي وكيجي زوين. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.